السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، ان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هو فيديو لذيذ جدا. هو ازاي بتثبت اي نسخه ويندوز ايا كان بقى الويندوز عندك، بدايه من ويندوز 7 لحد ويندوز 11 بامر الله. بص يا سيدي، مبدئيا ده شكل الفلاشه اما انا حرقت عليها النسخه. تمام. طبعا حرقان النسخة على الفلاشة هو امر بسيط جدا. الفكرة كلها في النسخة اللي انا محملها دي. النسخة اللي انا محملها دي يا باشا اسمها نسخة All in One او AIO. تمام. النسخة دي بتبقى نسخة متعدل فيها بشكل محترم، وجايبه لك كل النسخ في كل الاصدارات، بمعنى ان انا قدام مني 51 نسخة في نسخة واحدة. ايوه زي ما سمعت كده، 51 نسخة او 53 نسخة، اسف، في نسخة واحدة. بص بقى، مبدئيا جهاز اللابتوب بتاعك ايا كان بقى حضرتك هتشغله. تمام. وبتيجي على زرار الباور كده، طبعا احنا حاطين الفلاشه معانا، تضغط على زرار الباور ضغطه مطوله كده لحد ما تلاقي الشاشه بتاعت اللاب فصلت معاك خالص بشكل نهائي. تمام. بتيجي تضغط كمان ضغطه بالزرار كده، وتيجي تضغط على F12 علشان تدخل على البوت منيو لللاب بتاع ديل بشكل متقطع كده. تضغط على F12 لحد ما يدي لك رساله فوق كده مكتوب عليها هي بريبيرنج، يعني اللي هو ايه، للدخول للبوت منيو. تمام. بيبدأ يحمل معاك زي ما حضرتك شايف، دخل على البوت منيو اهو. بص، كل اللي يفرق معانا الاختيار بتاع اليو اس بي ستورج ديفايس ده. تمام. هتنزل عليه كده بالاسهم، بعد كده هتعمل انتر، بعد كده هتضغط على انسيرت بشكل مستمر كده، صعود ونزول كده. تمام. لحد ما يديلك الشاشه السوداء اللي قدام حضرتك دي، والشرطه اللي فوق اللي عماله بلينك مع حضرتك كده. تمام. دي اول حاجه. طبعا كان في فيديو كده كنت انا نشره قبل ده، في مشكله كده ممكن تظهر معاك، بس ان شاء الله هي مش هتظهر معانا لان انا عملتها فيديو لوحدها في اللاب ده. يبدا انه يحمل معانا بس كده. تمام. وهيبدا انه يدخلك على شكل اللوجو بتاع الويندوز اللي هو ويندوز 10 يعني، بس احنا هنثبت ويندوز 11 بدون اي صعوبات. يعني النسخة دي متعدلة انها تشتغل على اي جهاز كمبيوتر ايا كان بقى. بص، بدأ انه يفتح معاك اهوت اللوجو. تمام. حابب بس اقول لك ان لو حضرتك اقل من 8 جيجا ما تثبتش ويندوز 11، لان ويندوز 11 بيحتاج رامة تكون قوية. المهم ادالك ويندوز حاجة اللغة اللي انت عايز تثبت بقى الويندوز ده اول اختيار معانا. هسيبها انجليش يونايتد ستيتس زي ما هي. الوقت بقى والصيغة بتاعته والحوارات دي هنختارها ارابيك ايجيبت. تمام. بنيجي ننزل كده بالاسهم لحد ما نلقى ارابيك ايجيبت، نعمل انتر. الكيبورد اور انبوت ميثود دي بنعملها يو اس. تمام. بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، نيجي نعمل نيكست من هنا ونعمل انستول ناو. بيبدأ بقى ان يديلك ايه، نسخ الويندوز المتاحة على الفلاشة، ودولت عددهم حوالي 53 نسخة بداية من ويندوز 7 حتى الهوم بيزك بقى والبريميوم والبروفيشنال والالتيميت والانتربرايز والحاجات دي كلها. بس نصيحة مني ليك، لو هتعمل ويندوز 7 لو الرامة بتاعتك اقل من 4 جيجا تعمل ويندوز 7، الرامة بتاعتك لحد ال8 تعمل ويندوز 10، فوق ال8 اعمل ويندوز 11. ده يفضل يعني. تمام. ويفضل كمان انك تختار نسخ الويندوز برو، يعني مثلا لو هتعمل 7 تختار حاجة اسمها بروفيشنال. ده ليه بروفيشنال وليه برو؟ اقول لك يا سيدي، في اجهزة كتيرة بتبقى متوصلة مثلا عن طريق دومين، يعني مثلا منظمات زي نقابة مثلا، نقابة مهندسين أو مقر إداري، الحاجات دي بيبقوا ربطان الأجهزة بتاعتهم عن طريق دومين وكده وسيرفرات وحوارات من دي. فلو اخترت نسخة مثلا التيميت أو النسخ العادية ما بتبقاش كاملة، بيبقى فيها نقص في الحاجات دي. فهي النسخة البرو ميزتها في كده بصراحة. أنا اللي يفرق معايا ويندوز 11 برو. هدور لحد ما ألقى ويندوز 11 برو علشان أثبته، وهختار المعمارية بتاعتي 64 بت عشان، ونعمل نيكست من هنا. بعد كده بيبدأ انه يديلك اتفاقية كده بتوافق عليها. تمام. تقول له اي اكسبت، تتعلم على الاختيار ده وتعمل نيكست من هنا.
تعمل تاني اختيار نوعية التثبيت، تعمل كاستم اللي هي مخصصة، وتعمل انستول ويندوز اونلي بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. انا طبعا كنت مجهز الفورمات للبارتيشنات كلها لان كانت ظهرت معايا مشكلة وانا عملتها فيديو لوحدها. عموما انا دلوقتي عامل السي اللي هو اول واحد اللي هو 120 جيجا بايت. تمام. وطبعا هنا الجميل ان مع الشدات بقى مساحات كتيرة 50 ميجا بايت و20 ميجا بايت لان لقيت عك في الهارد ده قبل كده. حلو. فانا هثبت على ال 120 اللي هو السي، اعمل نيكست من هنا. بيبدأ بقى ايه الخطوات المعتادة يعني او الخطوات البيزك. بيبدأ اول خطوة دي ما بتاخدش وقت، تاني خطوة دي يعتبر اكتر حاجة بتاخد وقت معانا. فانا هسيب الفيديو شغال معاك علشان تعرف يعني الخطوات بالتفصيل وما نتعداش اي خطوة يعني. طبعا بعد كده بيقول لك اختار لي المنطقة. قلنا هنختار Arabic Egypt او هنختار ايجيبت على طول. تدور يا باشا لحد ما تلقى ايجيبت بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. تمام. تمام. بعد كده شوف بقى هيقول لنا اختار ايه. بقول لك الانبوت خليها يو اس، هقول لك بعدين. عشان اد لي اوت دي تختار اد لي اوت وتختار Arabic. احنا عايزين Arabic Egypt عشان التحويل بتاع اللغة. اعمل الاعدادات اللي بقولك عليها دي عشان ما يظهرش معاك 3 لغات، يظهر معاك عربي وانجليزي بس، انما ممكن يظهر معاك انجليزي يونايتد كينجدم وانجليش يونايتد ستيتس. لا احنا عايزين Arabic Egypt و يونايتد ستيتس وخلاص. بس احنا عايزين نختار Arabic Egypt من فوق لانها عدت علينا. Arabic Egypt اهي. بعد كده اختار 101 بقى 102 مش فارقة، بس خلينا في 101 عموما يعني. تمام. يقول لك وصل لي بالانترنت. I don't have انترنت من هنا عشان ما نوصلش دلوقتي، وتعمل continue with limited setup بالشكل ده. بقول لك just a moment يعني ثواني يا باشا، ويفتح معانا الديسكتوب بدون اي مشاكل. هو طبعا بيعمل بس مرة ريستارت كده علشان يفتح معانا على الشكل الجديد. تعمل تاني I don't have internet و continue with limited setup. تمام. طبعا بيقولك اسم الجهاز، اعمل نيكست على طول. لو صمم ان ياخد اسم معاك سميه يا سيدي ديل الشكل ده، وتعمل نيكست من هنا. باسورد طبعا نيكست على طول، مش عايز انا باسوردات على اللاب. تمام. تعمل نيكست كمان، نيكست. كل دي يعني حاجات بتوافق عليها. تعمل اكسبت من هنا. بيبدأ هو تديلك رسالة ترحيب ومعرفش ايه، علشان المفروض هيدخل بقى على الديسكتوب.
بس يا باشا فتح معاك الويندوز اهو، الويندوز ثبت بدون اي مشاكل. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك، اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول، وشكرا ليك على المشاهدة.